ولسه متواصلين اعزائي المشاهدين من داخل فعاليه مهرجان القاهره الدولي للنجوم، ويسعدنا ويشرفنا ان نلتقي المخرج العبقري الجميل احمد منن، مخرج قناه الشمس. اهلا وسهلا بك يا فندم، ومنور الدنيا ومنور الاجواء كلها النهارده في المهرجان. ربنا يخليك يا رب العالمين. احنا سعيدين نعمل معاك اللقاء والله. انا سعيد اني بعمل مع اعلامي ناجح زي حضرتك. تسلم لي يا فندم. الله دايما كده اشوفك ناجح في تفوق ونجاح دايما يا رب العالمين. وطبعا سعيد النهارده برضو مع الاعلاميه رشا والاعلامي الجميل الدكتور اسامه. دكتوره رشا والدكتور اسامه بجد شخصيات رائعه جدا، وانا اشتغلت معاهم في قناه الحدث بجد، يعني من الشخصيات الرائعه، وبتمنى لهم كل خير. والتنظيم النهارده بسم الله ما شاء الله حاجه فخمه جدا. وجودك النهارده حدث جميل جدا، والف مبروك على التكريم كمان. حبيبي الحمد لله. تكريمي انا تكريمي ان انا انت تكريمك ذهب حبيبي. ربنا يخليك يا رب العالمين. انا تكريمي ان انا اكون معاكم، ودايما كده يا رب متجمع مع الناس اللي بحبها وبحترمها، ودايما كده يا رب متجمعين بالخير. استاذ احمد، احكي لنا بقى النهارده على الاجواء والتنظيم، الحفل كان عامل ازاي؟ بصراحه التنظيم رائع جدا جدا جدا. الدكتوره رشا والدكتور اسامه عاملين تنظيم معايا هايل جدا، وبجد يعني حتى الفرحه اللي دخلت على الاطفال كانت حاجه جميله جدا. واللي طبعا المواهب الكتيره اللي طلعت في المجالات بجد يعني طبعا، والفنانين اللي طلعوا حاجه بجد. صرح الشامخ النهارده العظيم النجوم كوكبه جدا طبعا. عشان كده بتمنى لهم كل خير ونجاح يا رب العالمين. الفنانه سميره والفنان احمد طبعا ودول طبعا كلهم دول ناس ناجحه وناس بنفتخر بيهم في اي مكان. صح وكان يعني يا رب دايما كده ناجحين يا رب العالمين. يبقى كمان لفت انتباهك النهارده في المشتركين النهارده المتسابقات والمتسابقين؟ مواهب جديده وناس محترمه، وبجد عايز تعمل حاجه هادفه، ومش بيعملوا اي حاجه، لا بيعملوا حاجه تليق بالشعب المصري وتليق بالمشاهد. ما بيعملوش اي حاجه كده يعني ما تليقش بالشعب، ولا بتليق بالمشاهد، ولا بتليق بالمكان. يعني بجد يعني حاجه فخمه جدا. حلمك الجاي الفتره الجايه ان شاء الله ايه؟ يا رب دايما كده في نجاح وتفوق، ودايما مصر بخير وامن وامان، وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. احنا بنشكرك حبيبي، بجد انت شرفتنا النهارده حبيبي، ومن نجاح لنجاح وتكريم لتكريم، وان شاء الله يكون لنا لقاء اخر تاني مع بعض باذن الله. ده شرف ليا. شكرا ليك يا فندم.